طريقة سهلة بعلم بيها بنتي ازاي تعتمد على نفسها وتنظم مسؤولياتها. عملت لها قدها وقدود بلانر مصغرة مناسبة للأطفال في سن المدرسة. أول كل شهر بعلمها تكتب في المخطط الشهري الحاجات اللي مواعيدها ثابتة ومعروفة، زي عيد ميلاد، مواعيد المصروف، مواعيد الامتحانات الأسبوعية على الشهرية. وطبعا كان لازم أحط فيها ويش ليست عشان كل ما يكون نفسها تشتري حاجة بدل ما أقول لأ ونقعد نتخانق أقول لها اكتبيها في قائمة أمنياتك عشان نقعد نخطط هنجيبها امتى. وبعدها ندخل على الماني تراكر الشهرية اللي سألتوني عليها كتير. بعلمها تسجل كل حاجة حرفيا، خدت كام مصروف، طلعت منه كام للمحتاجين، حوشت منه كام وصرفت منه كام، واللي اتصرف ده اتصرف على ايه بالظبط، وهكذا على مدار الشهر عشان اقدر اساعدها تفهم مع الوقت الطريقة اللي بتصرف بيها وتحسنها. وفي المخطط الأسبوعي بنحدد الحاجات الأساسية المهمة اللي لازم هتتعمل الأسبوع ده، وآخر وأهم حاجة المخطط اليومي. وحقيقي بقيت مقتنعة جدا إنه مهم نبدأ نعلم ولادنا إنهم يرتبوا المهمات بالوقت، هعمل كذا الساعة كذا. وفكرة لذيذة إنهم يتعلموا يحطوا لليوم هدف أو هدفين كبار، وهيكون جميل لو نعلمهم كل يوم يفتكروا يشكروا ربنا على كام حاجة مهما كانت بسيطة. تقدروا تطلبوا قدها وقدود من على الويب سايت دلوقتي، وأوعدكم هتشوفوا بنفسكم الفرق في شخصية ولادكم.